الوشاية الكاذبة. الوشاية الكاذبة مع وجود حكم بالبراءة وثبوت سوء النية. تقوم جريمة الوشاية الكاذبة بوجود حكم سابق قاض بالبراءة وبثبوت سوء نية الواشي. من خلال القرار يتبين أن قضاة المجلس وقبلهم قضاة المحكمة قد توقفوا في إدانة المتهم بجنحة الوشاية الكاذبة عند المفهوم الحرفي الظاهري للمادة 300 من قانون العقوبات، ذلك أنه كون المتهمة سبق أن قدمت شكوى ضد جارها على أنه هددها بالسلاح الأبيض، وتمت متابعته من النيابة على هذا الأساس، وانتهت هذه المتابعة بصدور قرار غرفة الاتهام بانتفاء وجه الدعوة. فإن ذلك لا يعني أن المتهمة ادعت بوقائع كاذبة، وإنما لم تستطع إثباتها أمام الجهات القضائية المختصة. ما قدرتش تجيب الدليل أمام الجهات القضائية المختصة، وبالتالي هنا ما هيش سيئة النية. ومن ثم فإن قضاة الموضوع قبل إدانة المتهمة بجريمة الوشاية الكاذبة كان عليهم أن يناقشوا الظروف والملابسات التي حصلت فيها واقعة التهديد بالسلاح الأبيض، وإبراز سوء نية المتهمة فيها على خلفية ادعائها بذلك. وبما أنهم لم يتطرقوا إلى توضيح ومناقشة هذه العناصر من تهمة الوشاية الكاذبة المنسوبة إلى المتهمة، فإن قرارها المطعون فيه جاء مشوبا بقصور التسبيب مما استوجب نقضه وإبطاله. وشكرا.